تعالى نسمع هاني حتحوت مستضيف مروان حمدي لاعب بيراميدز وبيقولوا ايه على الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعد كده نرجع نتكلم. تصريح وحيد انا حابب اسمع رايك فيه. في ردود الفعل، يعني كان للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره السابق في الاهلي، ما كانش موجود في المباراه دي، كان مدير الكره وقتها الكابتن خالد بيبو. كابتن سيد عبد الحفيظ، مش عارف اقول اللي هو قاله. لا، ما انا عارفه. انت عارفه؟ قوله، ما هو قاله على الهوا، فانت ما تتكسف تقوله. هو يعني قال انه مروان قليل ادب. انا اسف طبعا لا لا بكررها، بس لا. هو ده اللي قاله. لانه خلال الايام اللي فاتت كلها. انا عايز اسالك سؤال يا كابتن هاني، ايه المغزى من اللي انت عملته دوت؟ يعني انت راجل حد شتم حد، ايه المغزى اللي انت تيجي تقول له الراجل ده بيقول عليك قليل ادب؟ ما هو اكيد سمعه. ايه اللي بيخليك تعيد الكلام تاني؟ عايز ايه؟ عشان اوريكم بس مين اللي بيشعل الفتنه. طبعا ده هاني حتحوت، ده معروف، ده زملكاوي سيرف، والمفروض اللي هو واخد احسن مذيع السنه اللي فاتت. ده بدل ما يحاور اللاعب في مستقبله متطلع لايه مع بيراميدز ويقول له عيب اللي انت عملته يا كابتن في ماتش الاهلي وبيراميدز لما شتمت جماهير الاهلي وجماهير الاهلي زعلانه منك، وده يعني يعتبر انت شتمت معظم جماهير مصر. عيب يا كابتن، ما ينفعش اللي انت يطلع منك حاجه زي كده. لا، بيقول له تعالى ده الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول عليك قليل الادب، عشان تعرفوا مين اللي بيشعل الفتنه. لو عجبك الفيديو ما تنساش